تعالي بقى اقولك على طريقه الفطير دي، هتعجبك ان شاء الله، وهتبطلي تشتريه من بره، وهو كمان اسعاره غاليه قوي بره الايام دي. يعني الفطيره الكبيره بقى المشلتته اللي هي ايه الصاج الكبير عامله بقى ايه دلوقتي، بقت 40 جنيه وممكن 50 كمان. فتعالي بقى اعملي بالطريقه دي، وهتلاقي هي الكبيره دي حوالي كيلو وربع دقيق. انا عامله دي نص كيلو. تعالي شوفي الطريقه. ويعني ايه ومش هتكلفني كتير، لكن بره هتلاقيها ب50 جنيه، وعمرها ما يعملوها بسمنه بلدي. يعني انا كنت بشتري دايما من بتاعه اللي هي الجلاش والقطايف وكده، وكنت اسمع الناس بيجيبوا لها سمنه بلدي مخصوص ويقول لها اعملها لنا بلدي، بس عمره ما هيتحط لك ايه كله سمنه بلدي. بصوا بقى جميله جميله خطيره يعني. تعالي جربيها بالطريقه دي هتعجبك ان شاء الله. بس يلا قبل ما نبدا بقى ما تنسوناش باللايك وبالمتابعه. اول حاجه بقى زي ما انتم شايفين، انا جبت، فاكرين انا امبارح عملت الفيديو بتاع امبارح، كنت عامله معاكم رقاق. فانا ايه بقى نفس كميه الدقيق اللي فضلت من الكيلو وعملتها، يعني حوالي زياده عن نص كيلو، حاجه بسيطه. تعالي بقى هنعمل بقى زي ما انتم شايفين، نخلنا بقى الدقيق، وبعد كده ايه شويه ملح كده، ونزلت بقى بنص معلقه بيكنج باودر عشان ده نص كيلو، لو انا عامله نص معلقه ممسوحه يعني مش مليانه، ومعلقتين كده صغيرين سكر. لو انا عامله طبعا كيلو هضاعف الكميه، انا ده بقول لكم على نص كيلو بس دقيق. وبعد كده هبدا بقى زي ما انتم شايفين هعجن بقى ايه، عندي كوبايه كده هفضل احط حبه بحبه ميه، وبعد كده اجيب بقى على الرخامه، قلت اكمل كده عجن عليها. واهم حاجه ان احنا يعني ايه تتلت كتير، تتعجن كتير قوي عشان خاطر تبقى حلوه وطريه. اهو زي ما انتم شايفين بعد ما خلصناها بقى كده اهي، هبدا بقى احطها كده في العلبه تاني كده، وانزل عليها بقى بشويه زيت، واسيبها بقى ترتاح. الفطير كل ما يرتاح عامه العجين كل ما يرتاح ويقعد بيبقى ايه، بدل ما فيهوش خميره مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين بقى سيبته بقى يرتاح يجي ربع ساعه نص ساعه، انا سبتها يجي نص ساعه اهو. بس هعملها هخليها ترتاح مرتين بس، المره الاخيره دي هخليها 10 دقايق بس. زي ما انتم شايفين بقى العجينه طريه وناعمه ازاي، عشان احنا سيبناها ارتاحت وفي نفس الوقت عجناها كتير حلو. يعني كل ما نعجن العجينه تبقى طريه وجميله كده اهو. هبدا بقى اقطعها بقى كده هي، عشان انا هعمل طبقات، مش هعمل بقى الاول. انا كنت بعمل الفطير، انا مامتي وخالته بيعملوها اللي هي الفطيره اللي على بعضيها، قطعه العجينه اللي على بعضيها اللي بيفردوها كلها دي، لا انا بقيت اعملها طبقات كده زي ما انتم شايفين. فهبدا بقى اقطع كور اهو كده زي ما انتم شايفين كده، وابدا اسيبها برده تريح حوالي 10 دقايق، عشان خاطر كل ما العجينه تريح تبدا تفرد معانا حلو. وزي ما انتم شايفين بقى هعملها ايه بالسمنه البلدي بقى. طبعا بره عمرك ما هتلاقيها بالسمنه البلدي، هيعملوها لك بسمنه عاديه اللي هي اللي بره اللي هي المهدرجه دي، ويقول لك سمنه بلدي. ونزلت بقى بشويه زيت عادي بقى ايه، يعني مش افترا قوي بقى نعملها بالسمنه البلدي كلها، لا قلت احط شويه زيت بس مش كتير. وعندي بقى وش اللبن، انا بحب لما بجيب لبن يعني انا بجيبه من ست كده بتيجي من البلد وكده، بس لبنها بقى بصراحه جميل وبيعمل طبقه وش جميله. فبروح بقى شايله وش اللبن ده، عامله رز بلبن، عامله رز معمر، بروح حاطاه عليه. ففي الفطير بقى دلوقتي قلت برضو هعمله بوش اللبن ده، يعتبر قشطه يعني. وزي ما انتم شايفين فردنا اول طبقه اهي، ورحنا ايه حطيناها برضو، حطينا على وشها السمنه، ونزلنا عليها برضو بحته القشطه كده، ورحنا لمينها بقى على جنب. بقى كل طبقه هعمل فيها كده، واحط في قلبها الايه الطبقه اللي هي اتلمت. زي ما انتم شايفين بدات افرد برضو الطبقه التانية كده اهو، وهبدا بقى احط عليها برضو، احط في قلبها القشطه واحط عليها السمنه اهو، وابدا الم بقى كده، احط بس الطبقه الاولانيه فيها كده، وهعملها بقى ايه زي كوره على جنب كده. هعمل بقى كذا طبقه، يعني انا عامله حوالي 8 كور او 9 كور. عملت الفطيره عباره عن 7 كور اهو، وفضلت بقى كورتين صغيرين عملتهم فطيره صغننه اهو. يعني لو انتوا عايزين تعملوا كميه وتعملوها في الفريزر بقى، بس الايه الفطيره تبقى عباره عن 6 كور، الحجم اللي انتوا شفتوه ده. انا قلت بعد كده ان شاء الله، بس ما كانش عندي دقيق كتير، فقلت بعد كده هبقى اعمل بقى كام فطيره وعينها في الفريزر، تنفع بقى ايه الصبح الاولاد يفطروا منها وكده. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم. وبعد كده اجيب بقى، رحت جايبه الصينيه بقى زي ما انتم شايفين، ورحت قلبها الناحيه التانية، الناحيه الناعمه دي، ورحت فردها بقى كده زي ما انتم شايفين في الصينيه، ورحت نازله بقى بوش الوش اللبن برضو القشطه ده، ورحت دهنها على وشها. اول حاجه بقى نشغل بقى الشوايه الاول، خد لون الوش، وبعد كده بقى نشغل الفرن من تحت عشان تستوي.